دي أوقع حاجة ممكن حد يعملها في جنازة. جوزي توفى في حادثة عربية. كان رايح الشغل زي كل يوم عادي، بس عربية نقل عدت إشارة الوقوف وخبطته من ناحية السواق. الإسعاف قالت إنه مات في وقتها. مش عارفة دي الحقيقة ولا بيقولوا كده عشان يطمنوا أهل الميت ويريحوهم. أنا وحسام كنا متجوزين بقالنا 15 سنة وعندنا طفلين. بنينا حياتنا سوا. حسام كان راجل طيب، كان أحسن راجل في حياتي. وفجأة راح. الدفنة كانت يوم السبت. عيلة حسام كلها جت من برا المحافظة. أبوه وأمه كانوا مكسورين وأخوه حسن ما كانش قادر يتكلم. الكل كان عايش في صدمة وحزن، وكل واحد بيحاول يواسي التاني في أصعب أسبوع مر علينا في حياتنا. الكل ما عدا بسمة. بسمة دي تبقى زوجة حسن. بقالها 6 سنين في العيلة وعمرها ما حبتني. كانت شايفاني مملة، وكانت شايفة إن حسام كان يستاهل واحدة أحسن مني. كانت دايما ترمي كلام في أي قعدة عائلية، كلام خبيث ومستخبي. حسام كان دايما يدافع عني ويقول لي إنها بس غيرانة وناقصة، وإني اتجاهها لها. بعد الدفن كنا في بيت حماية. أنا كنت قاعدة على الكنبة حاضنة بنتي اللي ما كانتش قادرة توقف بكى. في اللحظة دي بسمة وقفت في نص الصالة. قالت إنها عارفة إنه يوم صعب، بس شافت إن الكل محتاج يسمع خبر حلو. وقالت إنها حامل، وقالت إنها بتتمنى إن البركة دي تخلي العيلة تنسى جرحها. أنا شفت وش حماتي وهو بيتقلب، وشفت حسن باصص في الأرض كأنه مستني الأرض تنشق وتبلعه، وشفت عمات حسام وهما بيبصوا لبعض. نفس اللي كنت بفكر فيه بالظبط. هي ما كانتش واخدة بالها أصلا إن محدش فرحان. هي فضلت واقفة بتضحك وحاطة إيدها على بطنها كأنها أهم شخص في الأوضة. أنا ما قلتش ولا كلمة يومها. كنت تعبانة ومكسورة. كنت بس حاضنة بنتي ومستنية الناس تمشي عشان أنفجر في العياط لوحدي. بعد 6 شهور بسمة ولدت وخلفت بنت. كانت متوقعة إن العيلة كلها تتلم حواليها زي ما عملوا معايا. كانت مستنية هدايا وزيارات واهتمام. وكانت متوقعة إن حماية وحماتي يهتموا بالبنت زي ما بيهتموا بولادي. بس هي ما لقتش أي حاجة من دي. حماتي قالت لها بوضوح إنها لسه حزينة ومش قادرة على مسؤوليات الأحفاد واللعب دلوقتي. وحماية قال نفس الكلام. الأعمام والعمات اللي كانوا بيبعتوا هدايا في كل مناسبة بعتوا كروت صغيرة فيها مبروك وخلاص. محدش عرض يساعدها في حاجة، ولا حد رضي يقعد مع البنت عشان هي تعرف تنام كام ساعة. ببساطة محدش عبرها. فضلت تشتكي لحسن طول الوقت وتقول له إنها ما غلطتش في حاجة، وإن إعلان الحمل في العزا كان مجرد توقيت مش مناسب، والناس لازم تنسى وتعدي. حسن في الآخر قالها الحقيقة. العيلة ما نسيتش اللي هي عملته، وإن وقوفها في عزا أخوه عشان تخلي اليوم كله عن نفسها كان أنانية وحقارة محدش شاف زيها قبل كده. بسمة كلمتني في التليفون وطلبت مني أتوسط لها عند حماية وحماتي، وقالت لي إن كلمتي مسموعة عندهم وهيسمعوا مني. قلت لها أنا فاهمة بالظبط الوجع ده شكله إيه، بس مش هساعدك. في عواقب وغلطات بتعيش العمر كله. وقفلت السكة في وشها قبل ما هي تنطق بكلمة. بسمة خدت بالظبط اللي تستاهله